السلام عليكم البنات، السلام عليكم متتبعي قناه هنا شانيل. مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى يا ربي تكونوا كتشاهدوا هذا الفيديو وانتم بخير وعلى خير واحوالكم جيده. اسمحوا لي على هاد الغيبه، اسمحوا لي بزاف، ولكن راكم عارفين صراحه شويه هكا اليوتيوب ما بقيتش كنلقى فيه راحتي باش ما نكذبش عليكم، ولكن ما غاديش نبخل عليكم بالوصفات اللي كنديرهم وكيعجبوني وكنبغي نشاركهم معكم، وكنتمنى من كل قلبي ان شاء الله يا ربي يعجبوكم وتجربوهم حتى نتوما وليداتكم. المهم اليوم البنات قررت انني نشارك معكم واحد الحليوه باش ما نكثرش عليكم الهضره. حليوه زوينه هكا لوليدات صغار، كتجي لذيذه بزاف، كتكون هكا بالكونفيتور، كتكون لذيذه بصراحه وهشيشه. المهم انا غادي نشارك معكم كميه قليله، وانتم تقدروا بطبيعه الحال انكم تضاعفوا الكميه وديروا هكا كونتيتي كبيره. انا ما كنبغيش ندير بزاف من الحاجه، كنبغي ندير شويه من الحاجه باش تسالى هذيك الحاجه دغيا، باش نقدر نعاود ندير شي حاجه واحده اخرى، فهمتوني؟ اما الا درت واحد كونتيتي كبيره غتشد يعني مده شويه طويله عاد باش تسالى، عاد باش نعاود نجرب شي حاجه اخرى. فانا كنبغي ندير دي كونتيتي صغيره من كل حاجه باش دغيا تسالى ونعاود نجرب حاجه جديده. بالنسبه للمقادير ديال هذه الحليوه فهي مقادير اللي جد بسيطه. عندي هنايا غنعطيكم كما قلت لكم مقادير يعني ديال كميه قليله، وانتم ضاعفوا الكميه الا بغيتوا بزاف. عندي نص كاس ديال سكر سنيده، يعني هذا نص كاس ديال اتاي، كاس ديال اتاي عادي ماشي كاس ديال العنبه. وبالنسبه للعبار ديال العنبه تقدروا يعني ما توصلوش للنص ديال الكاس، يعني يقولوا نص كاس، ما توصلوش لنص الكاس ديال العنبه. وبالنسبه هذا هو العبار ديال نص كاس ديال العنبه. هنا عندي نص كاس ديال العنبه ديال الزيت، نص كاس ديال العنبه ديال الزيت، يعني الا بغيت نص كاس ديال العنبه ديال الزيت كنفوت نص ديال الكاس ديال اتاي العادي. المهم هذا نص كاس ديال العنبه ديال الزيت، شوفوا راني فايته نص كاس ديال العنبه ديال الزيت. وعندي هنايا ما واصلش نص كاس ديال السكر سنيده، يعني ما نوصلش نص كاس ديال سنيده ديال كاس ديال العنبه. كنتمنى تكونوا فهمتوني. عندي هنايا ساشي ديال الخميره ديال الحلوه، ساشي ديال الفاني، واحد القبيصه ديال الملحه، عندي جوج بيضات، عندي هنايا جوج بيضات. بالنسبه وبطبيعه الحال الدقيق حسب الخليط. بالنسبه للمقادير الاخرى غادي نحتاجهم، لان كنديروا هذه الحلوه هي عباره على حلوه ديال الطبقات، ومن لا يعرفها معشوقات الجماهير، بزاف ديال الناس كتعجبهم ومعروفه بزاف. المهم انا غير بغيت نعاود نذكركم هكا، كاين بزاف الناس اللي يقدروا ما يكونوش عارفينها، وكاين بطبيعه الحال بزاف اللي عارفينها. هنا البنات غادي نحتاج كونفيتور، تقدروا ديروا كونفيتور ديال المشماش ولا ديال الفريز. انا اختاريت هذا ديال مربى توت العليق. كاين في بيم واعر بزاف، المذاق ديالو خطير بزاف. تشهيت ندير به شي حليوه، قلت احسن حلوه غتجي زوينه هي ندير هذيك الحليوه ديال الطبقات. وبطبيعه الحال غادي نحتاجوا الكوك مع هذا الكونفيتور. هادو ما غنحتاجهمش دابا في العجينه حتى من بعد. بالنسبه للمقادير اللي غنحتاج في العجينه هي سنيده، مقادير بسيطه: سنيده، الزيت، خميره الحلوه، الخميره الفاني، مليحه، البيض والدقيق حسب الخليط. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نبدا بها غادي ندير البيض، غادي نزيد الزيت، وغادي ندير سكر سنيده والفاني. نخدموا هاد المكونات هما بعدا الاولين. نسيت ما درتش الرشه، نسيت ما درتش رشيشه الملح. غنبدا نضيف الدقيق، نبقى نضيف الدقيق تدريجيا. الدقيق بطبيعه الحال راه مغربل. ملي غيغلبني، سمحوا لي، ملي غيبدا يتقال الفوي غيغلبني يعني في الخدمه، غنستعمل يدي.
هذا الاول كنستعمل غير الفوار ولا الدراب اليدوي اللي غيولي ثقيل الساعه نستعمل اليدين ديالنا. حلوه بسيطه بزاف 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 وفي المتناول ديال الجميع، ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات. كما قلت لكم تقدروا حتى ديروا كونفيتور، ماشي ضروري انكم ديروا هاد الكونفيتور اللي درت، كونفيتور ديال المشماش اولا كونفيتور ديال الفريز. دابا وقيته ديال الفريز سمحوا لي، ولكن شاركت معكم درت الكونفيتور ديال الفريز شحال هادي عرفتوا انا راه وقيله درت، المهم هادي وقيله شي 20 يوم باش درتو، اكثر من 20 يوم وقيله شي شهر. درت كميه قليله، درت هي واحد قريعه ديال الدجاج متوسطه وما شاركتوش معكم. وتبارك الله دابا راه بزاف ديال الاخوات شفتهم، فكرت انني نعاودو ودرت بزاف، لقيت بزاف ديال الاخوات داروا وانا ما بغيتش نصايب بزاف، درت غير ديك الكميه اللي غادي تكال وصافي. درت غير واحد القرعه ديال الدجاج متوسطه وصافي. وشفت كما قلت لكم بزاف دابا تبارك الله اليوتيوب فيه بزاف زعما القنوات ما شاء الله، خصي اللي يتفرج خصوصا قنوات ديال الطبخ كاينين. المهم كاين كلشي اللي بغاها الواحد كاينه، ما نكذبوش اليوتيوب نفعنا بزاف، تعلمنا منه بزاف وكلشي، ولكن حاليا ما بقى فيه ما يعجب. طبيعه الحال ما كنعممش، ماشي كلشي، كاينين قنوات هادفه وبزاف، وكاين قنوات الله يهديهم اللي باغيين غير البوز وصافي. الله يهدي الجميع وصافي، هادشي اللي يقول واحد. المهم تا ما تبقاش تلصق لي العجينه في يدي ونحبس. ما عطيتكمش العباره البنات ديال الطحين لان راكم عارفين كل كيكه الطحين فيه بزاف ديال الانواع. غادي باقي غنزيد واحد شويه صافي. بعد ما جمعت لنا العجينه ديال الحلوى عاديه، هاي دابا مابقاتش كتلصق في اليد بزاف، وفي نفس الوقت راه ما قاصحاش. ما تقصحوهاش البنات باش ما تجيكمش الحلوى قاصحه. غادي نقسمها على 3 ديال القطع متساويه تقريبا متساويه. كيف ما شفتوا جبت الدقيق، غادي نرش سطح العمل بالدقيق، وجبت الطاوه اللي غادي ندير فيها الكيكه ديالنا، عفوا الحلوه ديالنا. بطبيعه الحال غادي ندهنوا الطاوه بالزيت، ندهنوها بالزيت باش ما تلصقناش الحليوه. غادي نرش سطح العمل بالرخامه، نرشها بالطحين باش غادي نطلق هذيك العجينه ديالنا. المهم نتوما غادي تشوفوا كلشي. طريقه سهله بزاف البنات، واهم حاجه حلوه لذيذه. ما كنظنش شي حد ما غاديش يكون كيعرفها. انا شخصيا بعدا كنت كتحمقني زمان، كنا كنديروها طبقات، ماشي كنا، المهم انا ما عرفتش، ماشي انا اللي كنت كنديرها، وانما كنت كناكلها، كنشوف الناس كيديروها طبقات، وكتكون ملونه. كانوا كيلونوا ديك العجينه، وحده كيديروها في الخضار، وحده في الحمر، وحده كيخليوها بيضه وكيلصقوها بالكونفيتور والكوك نفس الطريقه. كانت كتكون لذيذه بزاف. انا شخصيا كنت كنحماق عليها فاش كنت صغيره. المهم انا نطلقها دابا، نطلقها رقيقه بحال بغيتو، بحال غادي تطلقوا عجينه ديال الصابلي باش تقطعوا هكا الصابلي بحال داك الشكل، ما تكونش غليظه وما تكونش رقيقه. من الاحسن تكون هكا شويه رقيقه، حيت اصلا درنا حنا فيها الخميره غادي تعاود تنفخ من بعد. دابا غادي نهز العجينه وغادي نحطها في الطاوه اللي قلت لكم راني دهنتها بالزيت، وغادي ندوز ندهنها بالكونفيتور ونرشها بالكوك ونطلق عاوتاني العجينه الاخرى. ولكن قبل ضروري ما نتقبوها هكا بفرشيط. دابا غادي ندهنها بالكونفيتور ونرش عليها الكوك. طبعا الكونفيتور ديروا اللي بغيتو ديروا ديال المشماش، ديال الفريز، اللي عندكم ديروه. وغادي نرشها كيف ما قلت لكم بالكوك.
وغادي نطلق عاوتاني الطبقه الجوجه ونديرها ونثقبها بفورشيط. نثقبها بفورشيط ونعاوتاني ندهنها بالكوك، ندهنها بالكونفيتور ونرشها بالكوك. وحنا حتى غنكملوا 3 طبقات. هانتوما معايا شوفوا الفيديو حتى الاخر. صافي، هذه اخر طبقه غادي نثقبها حتى هي بفرشات كيف ما كتشوفوا، وغادي ندخلها للفران مشعول من التحت. ما كتاخذش بزاف ديال الوقت في الطياب، كتاخذ واحد ما بين 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه. لا بحال كطيبوا كاطو عادي، صابلي عادي. كتشوفوها تحمرات من التحت، تحمرات من الجناب، كتشعلوا لها باش تحمر من الفوق. هنايا خليتها حتى بردات بصراحه، لان ما كانش عندي الشكلاط. حتى العشيه كنت طيبتها وخليتها من 3 د العشيه حتى وصلت ديك الساعه. خرجت جبت الشكلاط، ذوبت الشكلاط كحل، غادي ندهنها بالشكلاط الكحل من الفوق، وغندير خطوط هكا بالشكلاط الابيض، ونديرها بحال الشكل ديال الديكوراسيون اللي كتكون في الميلفي. وصافي البنات، تقدروا دهنوها غير بالكونفيتور وترشوها بالكوك. وتقدروا ديروها هكا دهنوها بالشكلاط وترشوها مثلا هكا باللوز فيلي اولا بالكوك نيت. المهم نتوما عندكم ديك الساعه الاختيار. انا غير عجبتني هاد الفكره هكا نديرها بحال الشكل ديال الملفي، بحال الشكل ديال الجليجه اولا الرخامه، الحلوه ديال الرخامه اولا الحلوه ديال الزليجه، كل واحد شنو كيقول لها. صافي البنات، هذا هو الشكل. غادي نوريكم الشكل النهائي فاش غادي نقطعوها. درت الشوكولات الابيض وهو سخون فوق درتو فوق الشوكولات الكحل، فوق الشوكولات الكحل وهو باقي سخون، باش تجيني هذيك الزواقه مقاده. الا برد لي الشوكولات الكحل عاد درت الشوكولات الابيض ما غاديش تجيني ديكوراسيون زوينه. الاحسن ندير هذاك الشوكولات الابيض فوق الشوكولات الكحل وهو باقي سخون. صافي غنخليها تبرد وغنحيد لها هذوك الجوانب ديالها عاد باش غادي نقطعها على شكل رخامه. صافي هنا البنات بعد ما بردات غادي نحيد لها هذوك الجوانب ديالها، هذوك الزوائد ما غاديش يجيو زوينين فاش نقطعهم. الاحسن نحيدهم، راه كيتكالوا بطبيعه الحال، نخليهم في شي بواطه بوحدهم وناكلوهم من بعد. يعني تعطيوهم هكا حتى هما، ممكن تعطيوهم لوليداتكم، راكم عارفين. المهم نتوما ديك الساعه ديروا اللي بغيتو. انا غادي نوريكم غير الشكل باش غنقطعها. انا قطعتهم كبار، تعمدت انني نقطعهم كبار. بغيتها تجيني كبيره، ما بغيتهاش تجيني صغيره. وانتم الا بغيتو ديروها صغيره حبات صغار ديروها حبات صغار.
صافي البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الحليوه ديالنا. كما قلت لكم قطعتها كبيره، تعمدت اني نقطعها كبيره. كيجيو هذوك الطبقات باينين، كيجيو وسطهم كونفيتور، كتجي لذيذه بزاف، المذاق ديالها زوين. حلوه الزمن الجميل حلوه لذيذه بزاف. ممكن انكم تحضروها حتى هكا في الاعياد، ولا علاش لا، لان الشكل ديالها كيكون زوين. ولا هكا كما قلت لكم الوليدات الصغار الا بغيتو تعطيوها لهم. اولا حلوه ديال دواز اتاي، في المقادير ديالها جد بسيطه، تحضروها هكا في الدار، تكون عندكم مع كويس ديال اتاي مره، فما فيها باس. كنتمنى ان هذه الوصفه تكون عجباتكم. الا عجباتكم خليو لي هادشي في التعاليق. شكرا بزاف على الدعم وعلى التشجيع ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. تهلاو في راسكم، السلام عليكم.